السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا في احسن حال. اليوم جبت لكم في اطار التحضيرات للعيد ماسك يهبل، ماسك يبيض من اول استعمال ويشد البشره وينحي لها القشور ويرجعها صحيه وتهبل. الناس اللي راهي كيفي انا في رمضان ما تشربش الماء بزاف، ويعني البشره تاعها تولي باهته وتولي جافه وتخرج حتى خطوط تعبيريه، راح تتخلصي منها من اول استعمال فقط بخطوتين. والمكونات تاعنا يا البنات تحفز البشره على انتاج مادة الترطيب اللي فيها الطبيعية، يعني تخرج الزيوت اللي فيها، بالإضافة إنها تشد البشرة لأنه فيها مكون سحري متوفر في كل منزل يشد البشرة ويساعد في التخلص من الخطوط التعبيرية كما تاع الابتسامة وكذلك لي في الجبهة. الماسك تاعنا يا البنات من خطوتين، نبدو بأول خطوة واللي هي القماش. أول حاجة تعملها تغسلي وجهك وتنظفيه وتستعملي هذا القماش. القماش يا البنات هي التلوة تاع القهوة، كي طيبي القهوة احتفظي بالتلوة هذه، وراح نزيدوا لها زوز مكونات ايضا متوفرين في المنزل يساعدوا على التقشير والتبييض وازالة الشوائب وكذلك انتاج مادة الكولاجين، لانه القهوة فيها الكافيين اللي هي تحفز المادة هذه. وراح نزيدوا يا البنات قليل من زيت الزيتون، ما عندكش زيت زيتونه تقدري ديري اي زيت عندك، زيت جوز الهند اي حاجه. وهذا الكوماج البنات تقدروا تستعملوه لكل الوجه والرقبه واليدين، يعني حتحصلوا على واحد النتيجه البنات ما نحكي لكمش على جمال بشرتك بعد هذا الكوماج. فقط تقدري هذا الكوماج تستعمليه مرتين في الاسبوع تشوفي نتيجته هايله. شوفوا يا البنات خلوه هكا مرمل، حكي به وجهك بعد ما تكوني غسلتيه، ثم ننتقلوا الى ثاني مرحله واللي هي تحضير الماسك كما قلت لكم بمكونين متوفرين في المنزل وراح يخلوا لك البشره تاعك تهبل. المكون يا البنات تاعنا الاول اللي هو الحليب يساعد على ترطيب البشره، تنظيفها، اعطائها المكونات اللي تساعدها في انتاج ماده الكولاجين وتحسين الجلد الجاف، خاصه اللي عندهم جلد جاف وحتى اللي جلدهم راهو مزيت، يعني بشرتها مزيته ولا مختلطه، ما تخافيش هذا راح يرطب لك البشره فقط. اذا راح تستعملوا اول حاجه مغرف من اللحظه او حليب البودر من اي نوع انت عندك، واللي ما عندهاش حليب البودر ممكن تستعمل حليب يعني كامل الدسم ولا حليب تاع شكاير. انا نفضل هذا الحليب البودر خير لانه يعطيك نتيجه من اول استعمال. والان يا البنات المكون تاعنا السحري واللي هو متوفر في كل منزل، المايزينا يا البنات ما تصوروش الفايده تاعها قداه، تنحي لكم الحبوب، ترطب لكم البشره، تشد لكم البشره، تساعد على تحسين الجلد تاعكم تاع الوجه، كذلك تعطيكم تبييض فوري. وهذا الماسك ما نقول لك لا تستعمليه 50 مره باش يعطيك نتيجه، لا والو، من اول استعمال كما تعرفوني انا نكره المداومه. اذا نخلطوه جيدا، وهنا تجي المرحله الاخيره واللي انت حره، تقدري تخلطيه بالماء العادي، بالماء الزهر، ولا بماء الورد كما تحبي حبيبتي. راح تزيدي الماء بغير بالعقل، انا هنا راح نستعمل ماء الزهر عادي، ها هو عندي ماء الزهر هذا، وتقدري تستعملي اي ماء عندك حتى ماء معدني، خاصه ماء معدني يختلف يعني عن الماء العادي انه خالي من الكلور. اذا البنات نزيدوا الماء اللي عندنا غير بشويه حتى نتحصلوا على مزيج ما يكونش جاري بزاف وما يكونش يعني. والان يا البنات هانا تحصلنا على الماسك تاعنا. ما تصدقوش البنات قدواه راح ينفعكم وقدواه راح يرجع لكم بشرتكم تهبل، خاصه اللي راهي بشرتها تهلكت في شهر رمضان. حاوليكم كيما هاك القوام وتحكمي تحطيه على البشره تاعك، حاوليكم راح تتشربوا البشره غير يعني بالعقال وراح تشوفي النتيجه تاعو تهبل. الان واش راح نديرو؟ راح نخلوه لمده ربع ساعه الى 20 دقيقه. اذا عندك الوقت ديريه مثلا بعد ما تفطري، خليه في وجهك وغسلي المعينات تاعك ونظفي وكذا، وبعد غسلي بعد نصف ساعه و20 دقيقه حسب الوقت اللي عندك. وبعدها واش ديروا بنات؟ ما ديري حتى حاجه، لا ترطبي لا ديري كريم لا والو، شوفي النتيجه تاعو بعينك، راح يخرج على البشره تاعك تهبل فقط بمكونين، فقط بمرحلتين. المرحله الاولى اللي هي كوماج، وكذلك المرحله الثانيه هي الماسك، وراح تحصلي على نتيجه ولا اروع. حبيت فقط نقول لكم انكم اذا حبيتوا هذا الماسك تستفادوا منه، اعملوه مرتين في الاسبوع، وكل ما تحسي لابو تاعك ناشفه وكل ما تحبي ديري يعني كما نقولوا احنا الفون دو تان تخرج لك روعه، عندك مناسبه، عندك نهار العيد راح يجوك ضياف كذا، استعمليه قبل المناسبه تاعك وشوفي النتيجه بعينك. اذا عندكم اي سؤال ولا جربتوه قبل لانه حطيت لكم قبل، خلوا لي في التعليقات وراح نحط لكم سلسله العيد ان شاء الله هذه الايامات راح تستفادوا منها. تابعوني وراح نحط لكم ايضا ميلانج يهبل للناس اللي عندهم الشيب. والسلام عليكم.